هذه ما كانت مجرد تغريدة يا عوار، هذه إعلان عن بداية مرحلة جديدة بالاتحاد أنت أحد قاداتها. أي مستوى قدمتها يا عوار وأي هاتريك سجلتها. وعشان أثبت لك إن تغريدته ما كانت مجرد كلام، عوار كان يشتكي من إصابة بعد ما سجل الهدف الثاني بالشوط الأول، مع ذلك تحامل على نفسه وسجل هاتريك ولعب مباراة كاملة. وإذا تذكرون بعد مباراة الأخدود أنا ذكرت أن عوار فيه ميزة مستحيل يعوضها أي لاعب غيره، واللي هي بكل اختصار التهديف. عوار ما يزيد بالعدد وبس، لا، عوار يزيد ويسجل. والمسألة ما هي مسألة حظ يعني، بل هدف الأول له وهدف الهاتريك عوار كان بدون أي رقابة، وهذا يرجع الفهم العالي لمسار الهجمة وقراءة التحركات المدافعين والتمركز بالمساحة الفاضية. وإذا تبي تعريف للمهاجم الوهمي باختصار تابع عوار وتحركاته. عوار اليوم سدد 4 تسديدات وسجل هاتريك، ومن الوهلة الأولى بتشعر أن الإحصائية هذه المهاجم خبرة ما شاء الله تبارك الله عليك يا حسام. وحرام والله هالجودة تخربها بعقليتك، حرام لاعب هذه الإمكانيات جمهور الاتحاد كان يطالب خروجه من الموسم الأول له مع النادي. عموما مبروكين يا نمور، وأعطونا رأيكم بعوار ومباراه بشكل عام.